فالفيديو ده مهم لأي حد نفسه يسافر ألمانيا وعايز يدرس، يعيش، يشتغل أو يتفسح. هات الجاتو الأول. لو جيت ألمانيا وأنت حتى معكش ألماني، أنت ممكن تعيش هنا، تشتغل هنا. أنا اشتغلت أسبوعين في مطبخ، طردوني قالوا لا دي بنت دلوعة مش عارفة تغسل مواعين. فأنا قلت ده حصل في ألمانيا بصراحة. وضع المرأة مثلا في دول عربية وبالذات الحركة النسائية فيها قوية جدا جدا. حتى ألماني يقول لك كوشي كيندا، يعني مكانها المطبخ والبيت. حتى الألمان أيوة. انت ازاي اصلا بتدرسي وعايزه تسافري وتاخدي منحه إيه وتسيبي جوزك دي؟ واو. آه. نحن نتصادق. النهارده معانا فيديو مختلف. انا قررت هعمل سلسله فيديوهات وكل بلد هسافرها هجيب لكم نموذج لشخص مشرفنا في الدوله ديت، وهنحاول نتكلم معاه ونشوف ابعاد العيشه في البلد عامله ازاي، ايه اللي نقدر نستفاد من خبرته لو احنا حابين نسافر البلد ديت ممكن نقدر نعمل ايه. فالفيديو ده مهم لاي حد نفسه يسافر ألمانيا وعايز يدرس، يعيش، يشتغل أو يتفسح. النهاردة معانا أستاذة هدى صلاح هتشرح لنا كل حاجة، فاتفرجوا على الفيديو لغاية لآخره علشان فعلا في معلومات مهمة جدا لأي حد نفسه يجي هنا في برلين ألمانيا. قبل ما نبدأ أهلا بيكم، معاكم أدهم عبد الرحمن. الفكره ان انا جيت طلبت من هدى ان انا اصور معاها، قالت لي لا لازم تيجي ونتعشى مع بعض واعمل لك اكلات مصريه وحاجه اخر دلع. يعني انا بجد انا لسه بشرب الشاي، حاجه كده مزاج. يعني يا هدى انا جايه اصور معاكي، اعمل معاكي انترفيو، قلت لي هتعملي سمك واكل وبتاع، انا جايه اصور وهمشي. لا ازاي لا، مفيش الكلام ده. انت شخص جميل جدا. تاني حاجه انت عارف كرم المصريين بقى. كرم المصريين عامله لك، بص عامله لك سمك وعامله لك باميه يا نهار وباللحمه اللي هي اللي هو اللحمه الضاني. اللحمه الضاني بس هي ما فيهاش فات. معلش بس عشان بقالها كتير في المانيا نسيت العربي. بس ما فيهاش فات، بس على فكره طعمها نايس. انا بحب جدا اللحمه الضاني. انا بحب دايما اشكر في اكلي. هندوق ونشوف دلوقتي. انا اللي بعمله دعايه. ثانك يو سو ماتش والله. انت نورت المانيا وانا نفسي المانيا تبقى لطيفه معاكي. ربنا يخليك يا رب والله. يعني انا جاي اصور معاكي بس ونعمل اللقاء اللي قلت لك عليه، ولقيت بقى في اكل معمول وحركات. يعني يا ابني احنا اصحاب انت وكمان من اعز اصدقاء صحابي انا كمان. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. جزء من العيله خلاص كده. يلا ندوق بقى ونجرب. صراحه مفيش دلع كده يعني بجد. باميه يعني ايه ده وكمان بسماتي والسلمون. استاذه هدى هانم معانا بنفسها. حاسس ان معايا حد من مؤسسين المانيا. يا سلام يعني بجد والله. عرفينا على نفسك. طيب مش قبل ما اعرفك على نفسي تجيب الجاتو اللي انا عاملاه لك وقبليها كانت باميه؟ هات الجاتو الاول. حاسس ان انا في بيتي والله. حاضر. انت في بيتك، ده بيتك. لا ومش اكل باميه بس، ده كمان في الحلو. احنا ما بنهزرش هنا، احنا مش هزر. يلا بينا. alright. هدى عرفينا بنفسك. انا هدى صلاح، عايشه هنا في المانيا بقالي 30 سنه. واو. ودرست هنا وعملت ماجستير ودكتوراه، وشغاله دلوقتي استاذه في العلوم السياسيه في جامعه كيل. ما شاء الله. مشوارك جيتي ازاي؟ اوعي تقولي لي جيتي على مركب وعوم ونط وكده، لا عيب. اكيد جيتي بشكل كويس. انا كان دايما عايزه ان اتعرف على الاخر. يعني كنت اقول ازاي انا كمان هعرف نفسي، كمان افهم نفسي وانا مش فاهمه الاخر. فانا كان عندي دايما حلم السفر، يعني لازم اسافر. والمانيا جات لي ان انا كنت في مدرسه المانيه، بس مش مدرسه الالمانيه اللي هي المانيا الغربيه، كانت المانيا الشرقيه. اوكي. فانا عشان كده اخترت بدك جامعه اني اجي فيها، اللي هي جامعه هنا يعني في المانيا يعني.
وده كان نفسك ان انت تيجي المانيا بالتحديد؟ لان انا يعني كانت تربيتي في المدرسه دي، في المدرسه. بس الحاجه الثانيه ان انا من اسره متوسطه، فطبعا اهلي مش هيقدروا يدفعوا لي المصاريف. وساعتها من 30 سنه اوكي ما كانش فيه نظام المنح. فهم عملوا ايه؟ فانا عملت ايه؟ اشتغلت في السياحه. يعني عملت بعد دراستي في مصر، انا في مصر درست ادب الماني وتربوي، ولكن بعد كده درست تاني السياحه وبقيت مرشده سياحيه. وقعدت يعني انا حلمي من وانا عندي تقريبا 19 سنه اني اسافر المانيا. قعدت احوش فلوس لغايه 27 سنه ان انا اقدر اعيش في المانيا. قلت لنفسي لو جاي تدرسي هنا على الاقل سنه ما تكونيش تحطي نفسك في اي مشكله ماليه. ففعلا حوشت فلوس واخترت مدينه جميله جدا، مدينه مانهايم. فيها قصر حلو قوي، الطلبه بيتعلموا في القصر ده، فبيوريك قد ايه الديمقراطيه ان القصر اللي هو مش للملوك ولا كده، لا ده ممكن نستخدمه في ان احنا نتعلم فيه. فده كان وقت زي الحلم بالنسبه لي. ودرست هنا علوم سياسيه وادب الماني واعلام. ما شاء الله. يعني مشوار نجاح يعني مفيش كده بجد والله. انا الناس كلها اللي بتتفرج عليا كنت دايما ببقى حريص ان نقدم حاجه الناس ممكن تستفاد من وراها. فبحكم تجربتك والعيشه في المانيا، ايه اكتر صعوبات شايفه ان لو حد ما عملهاش هيستفاد اكتر؟ يعني انت مثلا جيتي، اللغه كانت بالنسبه لك مهمه. لو حد حابب نفسه يجي يدرس في المانيا، موضوع المنح دلوقتي طبعا بقى اكتر ومفتوح. ترجحي ان يجي يعيش في المانيا اصلا، ولا المانيا خلاص راحت عليها وما يجيش المانيا ويسيبكم بقى من المانيا، يمسحوها من على الخريطه ويروحوا يروحوا مكان تاني؟ من وجهه نظرك خلينا ناخد باول سؤال معانا. ممكن حد يجي من غير لغة وينجح في ألمانيا؟ على أيامي لأ، لكن دلوقتي أيوة. يعني دلوقتي احنا عندنا مثلا في معظم الأقسام مش بس علوم سياسية، إن أنت ممكن تدرس عندنا بالإنجليزي. وتكتب الماجستير بتاعك والدكتوراه بالإنجليزي. يعني دي دلوقتي بقى مسموح جدا فيها. فأنت ممكن تعيش هنا في ألمانيا وأنت مش محتاج اللغة الألمانية قوي. ساعات يقولك أوكي، ودي طبعا أنا بنصحها يعني إن واحد مثلا بيعمل في ليفل اسمه B2. B2 ده إن أنت بس يعني ما انت في بلد بدك لازم تتعرف على الناس وثقافتهم وحضارتهم وعايز تتكلم معاهم تكون صداقات. ما ينفعش، هو مش دراسة بس. بالظبط. فانت فده يعني يبقى جميلة. لكن لو جيت ألمانيا وانت حتى معكش ألماني، انت ممكن تعيش هنا. ممكن تشتغل هنا. يعني انا عندي اصدقاء كتيرة جدا مهندسين ودكاترة وكده مش محتاجين لان هم بيشتغلوا في شركات. شركات امريكيه او شركات عالميه في المانيا نفسها. طيب هدى، انت من وجهه نظرك لو انا جاي المانيا ومعيش لغه، هخش في الثقافه وهيبقى عندي اصدقاء وهعرف اخش في المجتمع بشكل، او مثلا لو في تقديم على شغل معين الاوبورتونيتيز هتكون مفتوحه قدامي نفس ما ان انا لو مش معايا لغه؟ الاتنين واحد، ولا انت شايفه ور ستيل برضو اللغه بتفرق كتير في اللغه ممكن بلس بوينت يعني. بس مش لازم دلوقتي. بس يعني نفرض مثلا انت عايز تشتغل دكتور. لا طبعا دكتور لازم تكون بتعرف. لكن لو مثلا عايز تعمل جرافيك ديزاين او تعمل IT، دي حاجه انت مش محتاج فيها اللغه. مش محتاج فيها لغه، لان اللغه العالميه هي الانجليزي. فهي مش مشكله. صح. لكن ان انت عايز تنجح في الغرب عامه يعني، او في اي دوله، حتى لو في دول عربيه او كده، لازم يبقى فيه شعور بالفضول. يعني ان انا عايز اتعلم واشوف ايه الثقافات الاخرى. وبالذات لو احنا رايحين الغرب، يعني هي ممكن كأنها كلمة قاسية، بس هي ما أقصدهاش أبدا أنها قاسية. اللي هو نحن نتخلص إحنا العرب من فكرة مثلا الدونية. يعني في كتير جدا من العرب دايما يشعر بالدونية أمام الغرب أنت متقدم عني أو كده، أنت أحسن مني. وده مش حقيقي. يعني أنا أكتر حاجة بحبها أو بعملها في التدريس، إن أنا لازم بقوي بالذات عند الطلبة العرب الشعور بتاريخهم والفخر بيه.
حلو. وان انا فخور ان انا مثلا كمصري ثقافتي فرعونيه وثقافتي يونانيه، واجدادي كانوا رومانيين، وبعد كده اقباط وعرب ومسلمين. واو. فانا نفسي انا يعني كمصري تاريخ. انا مصري، انا تاريخ يعني ايقونه ماشيه بالظبط بتفاصيل كتيره، بثقافه، بتاريخ بتسحبه معاك. فده حاجه المفروض اصلا تبقى فخور بيها ان انت من اصول ديت. بالظبط. فانت بتكون فخور بانك انت يعني ان الحظ خلاك من الثقافه العريقه في مصر. وبعد كده بتيجي هنا ألمانيا بقى يبقى عندك انفتاح على المجتمع وانفتاح اني انا مش جاي اعمل judgment، يعني ان انا انتوا صح انا غلط. لا، ان انا منفتح واتقبل الاختلافات واتقبل مثلا بالذات مثلا وضع المرأة، وضع الأقليات. صح. إن أنا أكون منفتح شوية. صح. فيعني هو ده أعتقد النجاح في ألمانيا أو في أوروبا أو في أي دولة أنت تعيشها. حلو. بالنسبة للمصاريف، أنا دلوقتي نفسي أسافر، حلمي أسافر ألمانيا. بسمع عن ألمانيا والتقدم واللي مش عارف إيه، والكيكة هموت واخد حتة منها. يعني حسيت ان انا، معلش انا اسف، بس حسيت ان انا قطعت لا ركز عيني لمحت حته الكيكه، وانا لسه اكل الباميه برضو، حاسس بتفاصيل شويه، بس ايه بالهنا والشفا شويه وهنرجع لها. بالهنا والشفا. نفسي اجي المانيا، بس البادجت مش معايا قد كده. بالنسبه للاسعار او شايفه ان ممكن ابدا حياتي بقد ايه، او ممكن يبقى معايا قد ايه ان انا ممكن اجر مكان استوديو؟ خلينا نتكلم عن برلين هنا مثلا، بما ان برلين من المدن الكبيره جدا، فيها دايفرستي وفيها من جميع انحاء العالم جنسيات، سواء في الشغل وناس عايشه. ممكن اقدر اتعايش، اعمل حسابي على كام؟ ان الناس بيبقى دايما عندهم كده علامات استفهام، انا ابقى معايا كام؟ يعني مثلا 2 جنيه ونص ولا 5 جنيه؟ انا ما بقاش عارف. شوفي ادهم، انا دلوقتي بيصعب عليا جدا الشباب اللي جاي المانيا دلوقتي. اوكي. بالذات لو من مصر، لان احنا عندنا الجنيه المصري سقط تماما. فاللي انت كنت زمان بتجيب حاجه مثلا ب7 جنيه مصري بيجيب 1 يورو، انت دلوقتي ب50 جنيه مصري عايز 1 يورو. فانت دلوقتي الدراسه او الحياه في المانيا للي عايش، اللي جاي من او مثلا الابهات اللي مثلا او الامهات اللي بيساعدوا اولادهم في الدراسه هنا، الموضوع بقى صعب جدا. الحاجه الثانيه اللي انا ممكن انصح بيها، ان للاسف هي طبعا المدن الكبيرة دي جميلة أوي، زي ميونخ، زي برلين أو كده، بس للأسف في ال5 سنين الأخيرة مفيش تقريبا بيوت. واللي أنا بقولها مفيش بيوت ده مش معناها أن أنا بتكلم نيجاتيف، دي حقيقة. يعني أنت عندك دلوقتي في ناس بيجوا ألمانيا عندهم خلاص وظائف، بس بيسيبوا ألمانيا عشان ما لقوش شقة. فأنا عشان كده أنصح الشباب للأسف اللي هيجي دلوقتي إنه هو يروح مدن صغيرة. لو راح مدن صغيرة هيلاقي الحياة هناك رخيصة. هيلاقي طبعا التعليم عالي في معظم الجامعات، بس هيلاقي في مكان يعيش فيه، هيلاقي الحياة رخيصة. فلو انت يعني عشت في مدينة صغيرة، انت ممكن محتاج 1000 يورو. يعني ما يوازي 50,000 جنيه مصري في الشهر. بس انت كطالب في ألمانيا من حقك انك تشتغل 20 ساعة في الأسبوع، فتقدر ان انت طبعا على الاقل تاخد او يعني تحوش شويه، تقدر تسبورت وتساعد نفسك، ما يبقاش كل الضغط على. ومعظم الطلبه عندنا بيعملوا كده. يعني انت عندك في مصر الله يكون في عون الابهات والامهات ان اولادهم بيدرسوا ويقولوا لهم لا ما تشتغلوش. لا، هنا في ألمانيا هي جزء من ثقافة المجتمع ان لازم يعتمد على نفسه في البداية. وانا كمان يعني انا قلت لك ان انا جيت بفلوس محوشاها، بس انا بدأ كنت خايفة الفلوس دي تروح او يحصل لي حاجة. فانا نفسي اشتغلت، يعني انا لازم اشتغل. وطبعا بتبتدي في الاول حاجات صغيرة، وبعد كده بتبقى طبعا في ناس حظها حلو. انا كان حظي كويس الحمد لله، اني اشتغلت مثلا. انا كنت مرشدة سياحية، فبقيت هنا اعمل بجانب دراستي محاضرات عن مصر، تاريخ مصر، ثقافة مصر. حلو. فدي كانت اوريدي انت عندك المعلومات دي وعندك البيانات دي، فما كانش الموضوع صعب جدا. وبعد كده ممكن واحد كمان بيشتغل مثلا ستودنت اسيستنت مثلا لبروفيسور او كده. فلما انت بتبقى صغير وبتشتغل مثلا في الجامعة جميلة جدا. ارجع تاني الحتة دي بس يا هدى، ده ما كانش حظ، انا شايف ان ده ذكاء. يعني لما انت فكرتي ان انا
جيت من مصر بالثقافه او بالتاريخ اللي انا كنت مرشده سياحيه في مصر، استغليتي اللي انت اوريدي كنت بتعمليه في ان ازاي اقدر اطبقه بشكل يمشي مع ان انا استفاد من ده. انا يعني ممكن حد تاني يجي مثلا مخه مثلا يقف ويقول لك طب انا دلوقتي عايز اشتغل في حاجه وما اعرفش لغه الماني ومش معايا مش عارف ايه ومش عارف اعمل ايه، وتخليه يعني احنا لو قعدنا كده بعيد شويه عن حياتنا وبصينا عليها واخدنا وقت في ان احنا ايه السكيلز بتاعتي اللي حاليا في ايدي، صح، والامكانيات اللي انا ممكن اقدر استغلها، صح، وابدا اطور من نفسي، وبعد كده قدام ده هيفتح ده وده هيفتح ده. لكن ما ينفعش طول الوقت ابقى قاعد ماسك طاجن ستي وعمال بعيط واقول يا رب انا ما فيش اي حاجه والدنيا متقفله معايا، ان كل حاجه ليها حلول. عندك حق جدا. فانا عندك بس هايلايت الجزء ده ان هو طبعا الحظ اكيد بيلعب لعبته والنصيب، بس ان اعرف ايه الامكانيات بتاعتي وايه اقدر اعمله وازاي اقدر اطور ده واستغله صح. في شغلي يعني اللي انا بعمله. عندك حق جدا، لان انا فخوره طبعا بالحاجات دي، بس يعني انا مثلا اول سنه في المانيا عشان مش عارفه البلد قوي ولسه مش عارفه اعمل ايه، واللغه على فكره مع اني كنت مرشده سياحيه، لكن لما تيجي هنا تدرس علوم سياسيه دي لغه تانية خالص انت بتتعلمها في المانيا. فانا فاكره ساعتها ان انا مثلا حبيت اشتغل. انا اشتغلت اسبوعين في مطبخ، طبعا طردوني قالوا لا دي بنت دلوعه مش عارفه تغسل مواعين. فطبعا دي كانت انا كمان قلت لا صعبه قوي يعني. انا امتى انا كنت مرشده سياحيه ازاي وصلت الحال ان انا بغسل اطباق في مطعم؟ وانا كنت عايزه اقلد صحابي، ما انا صحابي كلهم بيشتغلوا في كده. بس انا اسبوعين ولقيت قالوا لي اتفضلي اطلعي بره انت دلوعه. فرحت بعد كده اشتغلت في بيت عواجيز بدك اسبوعين 3 بتساعديهم في ياخدوا الدواء وكده يعني. بس روحت البيت بقعد اعيط ان ازاي يا عيني الناس دول صعبانين عليكي. فجات لي بقى الفكره اللي انت قلت عليها كده، قلت انا ايه نقط قوتي، انا اعرف ايه. الله ده انتي بتعرفي تاريخ مصر طب ليه ما نستغلش ان انا ممكن ما استغلش ده؟ او شفتي يبقى هو الموضوع بدأ بان انا لازم اخش جوايا كده واشوف انا ايه اللي اقدر قوتي ان انا اعملها. فدي بقى الحمد لله يعني. على فكره انا عايزه اقول لك انها تقريبا 3 سنين من حياتي يعني في ألمانيا لغايه تقريبا ما خلصت تعليمي. انا عشت بس من الكورسات اللي بديها اني بدرس تاريخ مصر وعلى فكره انت هنا مش بتدرسها في الجامعه، انت بتدرسها في حاجه اسمها جامعات اهليه. فكانت جميله جدا يعني، بيجي لك ناس من معظم طبقات المجتمع الالماني، فكانت جميله جدا. وبعد كده طبعا بقى لما بقيت اتعلم سياسه يعني علوم سياسيه وكده، بقيت طبعا مثلا اعمل كورسات هناك عن العالم العربي وتاريخه والسياسه فيه وكده. فانا قدرت اصرف عن نفسي يعني في ايام الدراسه. بس الحمد لله بعد كده بقى، وكان ده ساعتها في ألمانيا كان صعب، بس دلوقتي بقى سهل ان انت لما تحب تعمل بقى الدكتوراه دي بقى. انا طبعا الحمد لله يعني خدت فيها منحه، وكانت ساعتها المنحه دي بياخدها 4% من الاجانب ما شاء الله. فانا خدت منحه دكتوراه فكانت وقت ممتع جدا يعني. ما شاء الله. 5 على الشاشات 5 على الشاشات عشان بس ما نتحسدش يا جماعه. لا جايين نعمل لقاء عشان ايه؟ عينيكو انا عارف. انا عايزه بس فعلا اشجع الشباب، وبالذات دلوقتي كمان في كمان فيلوشيبس كتيره جدا يعني. ممكن الشباب كمان يجي فرصته ممتازه جدا وممكن يقدم من مصر. نصيحه ممكن تديها لحد نفسه يجي طموح، ولا يبقى عارف هو جاي عايز ايه بالظبط من مشوار، ان هو رايح بلد مختلفة، عايز علام ولا عايز يشتغل يعمل فلوس، ولا يعني نصيحة واحدة بما ان تجربتك وعشتك هنا في ألمانيا 30 سنة ده رقم يعني. فاديني نصيحة كده ممكن تقدري تفيدي بيها الناس نفسهم يجوا يسافروا. النصيحة الأولى اللي انت قلتها الطموح، ان انت عندك طموح وعندك هدف وعايز توصل الهدف ده. النقطة الثانية طبعا العمل والمثابرة، يعني لازم صح. يعني لازم فيه مثابرة شديدة جدا. وبعدين أول سنة في أي دولة غير دولتنا صعبة جدا. أولا مش بس اللغة، كل حاجة جديدة، كل حاجة جديدة، ثقافة المجتمع جديدة، نكاتهم جديدة. فأنا شايفة اللي بينجح في أوروبا هم الناس اللي منفتحة على العالم، يعني بيبقى واثق من تاريخه وسعيد بيه
وفي نفس الوقت منفتح على ثقافة الآخر. اللي بيفشل هنا انك ممكن تلاقي ناس مش سعيدة في ألمانيا ويقولك أنا بيشتمهم وكده، إن هو حاسس بتعالي، إن ثقافته عالية قوي، مثلا نقول الثقافة الإسلامية، وبينظر للغرب باتنين عين. يعني عين أنا مبسوط قوي إن انتوا وصلتوا للتقدم وفي نفس الوقت انتوا ازاي وصلتوا كده عشان انتوا ما بتعملوش حاجة كويسة، ويبص لهم بعد كده بنظرة أقل. أنا فاهم قصدك. والناس دول بيبقى عندهم مشاكل كبيرة جدا، إن حتى لما يبقى مثلا عدواني في المجتمع يقولك ده المجتمع ده عنصري. لا، انت بدك اسلوبك صعب، بيحاول يعلق مشاكله على شماعات حاجات تانية. فهو الأجمل حاجة إن الواحد يبقى عنده الطموح، والحاجة التانية الانفتاح على الآخر وتقبل الآخر أكيد، ورغبة إنه يتعلم. يعني الجوع، يعني إن هو يفضل دايما طفل كده، إن هو طفل عايز دايما كل يوم يتعلم حاجة جديدة. حلو. أعتقد الناس دي بتبقى ناجحة جدا، وتقدر ويكون علاقتها مع البلد الأم رائعة. حلو. وبدك مع بلد المهجر جميلة جدا. آخر سؤال قبل ما ننهي وقبل ما نبدأ ناكل الكيكة عشان خلاص مش قادر يا جماعة. عايزك تقولي لي يا هدى موقف واحد بس لما حصل حسسك اتصدمتي من ألمانيا. كل مكان متعارف عليه في الحلو وفي الوحش، مفيش مكان جنة، لا أوروبا جنة ولا أمريكا جنة ولا مصر فيها اللي عليها ونقعد نشتم ونغلط. كل مكان ليه فيه العيوب والمميزات بتاعته. يعني حاجة دي ببصم بالعشرة، بس دايما بيبقى عندنا كده expectation أو توقعات إن عمر ده ما ينفع يحصل. يعني الدولة مثلا اللي انت فيها دي عمرك ما تخيلتي ان ممكن حد يرد على حد بالشكل ده، او ممكن حد يعني الاكشن بتاعه يبقى بالشكل ده. حصل موقف في إطار 30 سنة معلم في حياتك وفي ذهنك ما تقدريش تنسيه؟ حرب غزة. يعني حرب غزة دلوقتي، ان انت هنا الدول الغربية بتتكلم عن حقوق الإنسان وكده، ولكن لا طبعا في حرب غزة ان بتحصل المذابح والعالم بينظر ولسه ما بيعملش دفاع عن الناس، ما بياخدش اي اكشن. بالظبط، ما بياخدش اي اللي هو ما ينفعش ده يحصل في البلد دي، او حالة الحرب اللي بتحصل في البلد دي اللي المفروض نتدخل فيها علشان بنبص لها بما انها ان هي بعيدة عننا واحنا مش جزء منها، فانا مش هعمل حاجه فيها. هو طبعا لازم اقول طبعا ان حتى الدول العربيه ما بتعملش حاجه. يعني بدك يعني انت دلوقتي شايف بنتكلم برضو انت شايف دلوقتي ان المجتمع، يعني هو اكتر حاجه ان الواحد يعني ينقد، ولكن كمان يكون عنده نقد ذاتي. يعني أيوه. فانت دلوقتي عندك للاسف في مشكله كبيره جدا في حرب غزه. والحاجه الثانيه كمان الطلبه عندنا لما عملوا مظاهرات كانت اسلوب البوليس عنيف جدا. حتى في امريكا عندك كمان كان البوليس عنيف جدا مع الطلبه. فدي يمكن كانت حاجه صدمه اللي هو انتوا ازاي بتتكلموا دايما عن حقوق الانسان وبتدافعوا عن الانسان ليه حريه ويعمل ويسوي، ومنين بتعملوا الاكشن بالظبط. دي مثلا كان بالنسبه لي صدمه جدا لغايه دلوقتي، وعامله اعتقد انشقاق في المجتمع. كده. لكن لو انت انا اعتقد لو يعني عايز حاجات تانية عن حاجه في الثقافه، حاجه بعيدا عن الحروب. حاجه اللي صدمتني في المانيا بردك اني انا جايه في المانيا عشان ادرس. يعني انا ده هدفي ان انا ادرس. ففي الوقت ده تعرفت على زوجي. ف شيء جميل جدا انك تقابل انسان بتحبه كده. في نفس الوقت انا عندي طموح الدراسه. فانا في المانيا وانا بدرس في المانيا قدمت على منحه في الخارج. فجات لي امريكا، عايزه يعني خلاص جات لي منحه امريكا فلازم اسافر يعني. وزوجي كان موافق، يعني احنا متفاهمين مع بعض. حماتي جت قالت لي انت ازاي تسافري امريكا تقعدي هناك سنه؟ انت ومين اللي هيطبخ؟ مين هيطبخ لي؟ واو، مين هيطبخ في المانيا؟ فانا قلت ازاي حصل في المانيا صراحه. فانا قلت لها ميشو هو اللي بيطبخ عشان هو كمان بيطبخ احلى مني. يعني ما فيش بيننا الفرق، يعني اللي يطبخ وكده. فلقيتها هي كانت يعني مستنكره جدا. فانا ساعتها لقيت اني انا مثلا اسرتي في مصر ابويا كان بيطبخ كتير في البيت. مامتي كانت مفيش اختلاف، مامتي كانت عامله، ماما كانت بتشتغل. لكن هنا معظم الجيل اللي هو قد امي هو جيل لا يشتغل.
وجيل بيتي جدا، والمراه مكانها المطبخ والبيت. حتى الالمان يقول لك كوشي كيندا، يعني مكانها المطبخ والبيت. حتى الالمان. ايوه، لك بقول لك انا اول مره اعرف الكلام ده على الالمانيا الصراحه. فانت يعني انت جيل امهاتنا اللي هو كان جيل عندنا في الدول العربيه وفي بالذات مصر ومثلا لبنان ودول كتيره بيشتغل وبيعمل، لكن هنا الجيل القديم ده ما كانش بيشتغل. فكانت بالنسبه لحماتي ده ازاي هي، انت ازاي اصلا بتدرسي وعايزه تسافري وتاخدي منحه وتسيبي جوزك واو. فمثلا دي كانت حاجات، بس كانت انا مش عايزه اقول اسوأ حاجه، بس هي كانت ايوه، بس حاجه بالنسبه لي كانت اللي هو ايه ده، في ايه انك انت بتعيد بقى نظرتك. ما هو الغرب، ما هو الشرق، ما هي القيم هنا والقيم هنا. صح. الصور اللي في ذهننا اللي احنا بنرسمها، الصور عن الآخر. صح. فانت بتلاقي ان مثلا ان وضع المرأة مثلا في دول عربية وبالذات الحركة النسائية فيها قوية جدا جدا عن مثلا في الغرب. فانت بتعمل بقى، بتبتدي تعيد حساباتك تاني. صح. أنا بجد هدى بشكرك جدا على اللقاء الجميل ده. يا رب ده أنا اللي فرحانة بيك وسعيدة بيك جدا والله العظيم. أنت نورت ألمانيا والله. هتغر في الكلام ده، أنا ما بقدرش أستحمل الكلام الجميل. لا أنا مبسوطة جدا بيك. ربنا يخليك يا رب. عشان بس كمان مش قادر، لازم آكل حتة الكيكة، فإحنا هننهي اللقاء وهنقول لك ميرسي جدا على الكلام والمشاركة. يا رب الناس اللي بتتفرج علينا يكونوا استفادوا. ولو حد عنده أي سؤال اكتب لنا تحت في الكومنتس تحت الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضلي يا هدى، البيت بيتك. بالهنا والشفا. تعالوا معانا، اتفضلوا معانا. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم. باي.